وطبعا كلنا بنحب الكشري المصري اللي مش مصري، اللي مش مصري اللي مش مصري، وده اللي انا هحكي لكم النهارده. انا زياد، ودي تاني حلقه من حكاوي اكلات مع زياد، ويلا بينا احكي لكم الحكايه. وطبعا الناس فاكرة إن الكشري ده اختراع مصري أصيل، بس المفاجأة هو أصله هندي، وكان اسمه في الهند كيتشيري. يعني الكشري المصري اللي هو طلع مش مصري اسمه كيتشيري. ده إيه ده؟ أيوة يا باشا، وكانت كمان أكلة نباتية بسيطة، والإنجليز لما جم مصر أيام الاحتلال جابوه معاهم، بس المصريين كالعادة قلبوها، وانتوا عارفين إن المصري معروف مصر طول عمره معروف بجبروته وبقوته. بجبروته على رأي محمد وليد. زودنا عليها عدس وصلصة وبصل وخليناها أسطورية. من دلوقتي الكشري بقى وجبة شعبية في مصر. بس أهم سؤال بقى، بتحب الشطة قد إيه؟ بعد ما الكشري بقى وجبة شعبية، مفيش شارع في مصر مفيهوش مطعم كشري. ودي كانت حكاية النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، ودي كانت تاني حلقة من حكاوي أكلات مع زياد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان يبين اللي أنت عجبك الفيديو. وأشوفكم الفيديو الجاي، سلام.